السلام عليكم. يا إخوان، هذه قصتي مع صاحبي الشيعي، أتمنى أن تسمعوها. كان عندي صاحب شيعي، نشأنا معا وأكلنا معا وشربنا معا، ونحن جيران، ونذهب للمدرسة معا وللمعسكرات معا والمساجد معا ومؤسسات الدولة والعمل وكل شيء معا. وأنا أعتبره صاحب وأعتبر الأمر طبيعي، ونحن أصدقاء وجيران. ولكنه كلما شافني قال: هذا السني قاتل الحسين ومغيب المهدي عج ومكسر أضلاع الزهراء وقاتل أهل البيت ومقيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاهر المعصومين الخالقين الرازقين المسيطرين على ذرات الكون. الآن المهدي عج غائب بسبب أخي السني هذا، ويحقد علي حقدا شديدا، ويتعاون مع الأمريكان والروس والإيرانيين واليهود ضدي أنا، الذي أنا صاحبه وأنا معلمه أصلا. أنا الذي نقلت له الأسانيد، أنا الذي علمته النحو، كل الكتب الدينية سنية، النحو، التجويد، اللغة، الأسانيد. حتى عند الشيعة الحديث الموثق هو ما أخذ من غير الاثني عشري، يعني من أهل السنة، ودائما ينقل من تفاسيري وكل معتمد علي في كل شيء. ومع ذلك يكرهني أكثر من أي شخص، وهو يسمعني دائما. كلما ذكرت أهل البيت أقول عليهم السلام رضي الله عنهم، وأذكر فضائل أهل البيت، ولكنه يعتبرني ناصبي ويعتبرني قاهر العترة الخالقة. وكل ما صلى على آل النبي قال: ولعن أعداءهم، ويقصدني أنا، يقصد أنني عدو أهل البيت وقاهر أهل البيت ومقيد أهل البيت ومكسر أضلاع أهل البيت وهاتك عرض بنات أهل البيت ومسردب أهل البيت. وإذا دخل الحسينية يلطم نفسه حقدا علي، أنا صاحبه. مرة يقول لي: أنا أحبك يا أخي السني، أنت إخواننا بل أنفسنا، نحن إخوان سنة وشيعة، وهذا الوطن ما نبيعه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وإذا أتيحت له الفرصة قام يسب الصحابة ويسب الرموز، ويقول: الصحابة هزموا العترة الخالقة وقيدوا العترة الخالقة وسردبوا العترة الخالقة وسلخوا أضلاع العترة الخالقة وهتكوا عرض بنات العترة الخالقة. وكلما أتيحت له الفرصة في أي بلد من البلدان يستحل دماء المسلمين وأموالهم، كل شيء عنده حلال، بل حتى يستحل دماء المخالف الشيعي. فما رأيكم يا أخوان في هذا صديقي الشيعي الذي هو عايش على الخداع والدجل والنفاق، ويقول إن المهدي في الرجعة سوف يخرج وينبش قبر أبي بكر وعمر، وكل من هزم المعصومين الخالقين يعذبه. قلت له: يا شيعي، علي بن أبي طالب هو الذي رفس أهل البيت، لأنه الخالق الرازق المسيطر على ذرات الكون. الله وكل علي بن أبي طالب بتدبير الكون، فقام وخلق النواصب ورزق النواصب ودلعهم وجعلهم يكسرون أضلاع أهل البيت ويسردبون أهل البيت. اسأله هو، لا تسألني أنا، لا تحملني وزر التاريخ. أنا بعد حالي يا شيعي يا موالي للعترة الخالقة. كل جهد الشيعي وحواراته ومناظراته وسبه ولعنه وتفكيره وعداوته كلها للمسلمين فقط، لا يعادي لا يهودي ولا نصراني ولا ملحد ولا فاسد ولا أي شيء، فقط السني الذي أدخله. أنا يا شيعي أنا الذي جعلتك تعتقد أن ضلع الزهراء خالق. هذه المعلومة جاءتك على يد كفي المبروكة. أنا الذي فتحت لك العراق وإيران. أنا الذي جعلتك تعرف أن أهل البيت خالقين هاربين. أنا الذي جعلتك تلطم على نفسك. أنا الذي جعلتك تعتقد أن أهل البيت رازقين جائعين منقذين خائفين مسيطرين على الكون مختبئين. كل المعلومات التي وصلت على يدي المباركة. أنا فتحت كل البلدان، فتحت العراق وفلسطين وإيران واليمن وكل مكان. المفروض يا شيعي أنك تشكرني، أنا الذي تسببت في إسلامك بعد الله، وجعلتك تحب أضلاع الزهراء حبا شديدا، وتعبد أضلاع الزهراء، وتطلب الفلوس والحوائج من ضلع الزهراء، وتعتقد أن ضلع الزهراء خالق محترف مسيطر على ذرات الأبقار والأزهار والأوتار والأشجار. فيا شيعي خفف من حقدك على المسلمين،
قلت لك يا شيعي والله في دينك أهل البيت رفسوا أنفسهم وسردبوا أنفسهم وسلخوا أضلاع أنفسهم، الكون بيدهم، الأرض بيد الإمام كالدرهم يقلبها كيف يشاء، ذرات الكون خاضعة لأهل البيت، هم الذين جعلوا ذرات الكون ترفسهم. ليش تحقد على أهل السنة يا زينبي، يا حاقد على العترة الخالقة الهاربة؟ أقسم لك بالله يا شيعي والله العظيم أسهل شيء في الدنيا هو استحمارك. كل ما شفت مسلم قلت هذا قاتل الحسين، هذا مسردب المهدي، هذا مقيد الكرار. كيف أقنعوك الفرس والمجوس أن احنا رافسين أهل البيت؟ يا عزيزي لو أبي هو الذي قتل أهل البيت ورفسهم وكسر أضلاعهم وسردبهم، أنا شخصيا ما لي دخل، وهو أبي. بمجرد ما تتبرأ من أعمال فلان، أو حتى لو لم تتبرأ أصلا، حتى لو أبي رفس أهل البيت وأنا لم أتبرأ في الدنيا والآخرة، ما لي دخل بهذا الموضوع. لكنك يا شيعي أقنعوك هكذا، كل ما تشوف مسلم تقول هذا هازم المعصومين الخالقين، هذا رافس المعصومين الخالقين، يجب أن أخضع له كما خضع المعصومون الخالقون. بالله عليك يا شيعي، هل تصلح مواطنا؟ هل تصلح صديقا؟ هل تصلح طبيبا؟ هل تصلح وأنت بهذا الحقد والعمى والضغائن؟ كل ما شفت مسلم قلت هذا قاهر العترة الخالقة. حتى الأطفال في سوريا تقتلهم وتقول أنهم هتكوا عرض بنت الحيدر الكرار وكبسوا المهدي في سردابه وشقلبوا أضلاع الزهراء.